كنقول له ولدي راه البرد ما نلبسلكش الكوستيم. هبط الكوميساريه وقفوا معايا، الله يكثر خيرهم. والو ما كاينش، عياو قلبوا في الليل، قلبت انا وخوتي وخوالو والجيران وكلشي، والو. ولدي انا ما سطوش، انا يا رزاوني في ولدي، انا خصبوني في ولدي. انا الحاله ضعيفه، انا خدامه مع بدراعي، كنمشي مع الفجر كنجي حتى 6 ديال العشيه. انا مرا ما بحاليش، انا على قد الحال، انا عامره درويشه. انا لله وانا اليه راجعون. انا إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة لافيدا نوسترا، وشكرا جزيلا للجميع. إذا إخواني أخواتي، كما شفتوا فاجعة أخرى كتهز الرأي العام، هي بخصوص اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم. إذا نفس الشيء كتكرر، نفس الشيء قصة هشام كتكرر، إلا أن هشام باقي ما عرفناش او باقي ما شفناش شي خيط اللي يدلنا على فين هو ولا شنو اللي طرا ليه. هاد الوليد هذا نفس القصه، تخطف من دار العرس، دات امه معها العرس، كان حداها، كان كيدور تما. واحد اللحظه ما بانش، طلعوا قالت لها السيده مولات العرس، قالت لها راه كاين في السطح. طلعوا للسطح ما لقاوش، قالت لك راه كيلعب مع الدراري. مشاو كيقلبوا على الدراري ما لقاوش معاهم. اذا العرس ولا كارثه ولا مصيبه تقلب العرس. كما كتلاحظوا نفس قصه هشام تتكرر. فكيقلبوا على الوليد، مشاو ديكلاراو. ملي كيمشيو فكيلقاو الوليد مليوح، فاقد للحياه ومعتدى عليه، يعني مغتصب. اذا السؤال اللي كنطرحوه هنايا، واش ولات عندنا واحد المجرمين اللي كيترصدوا الاطفال في العراسات؟ واش كاينه شي عصابه اللي كدير هذا الشيء؟ الله اعلم. الا انه الوسيله الوحيده للوقايه من هذا الشيء وهي اننا نحضيو وليداتنا. هذا الشيء ولا كيخلع. طبيعه الحال كل دول العالم ولا في العالم كله كيطراو هاد الاحداث هادو، وهاد المجرمين اللي كيعتديو على الدراري الصغار هما موجودين في كل انحاء العالم. خصنا الوقايه دائما. الوليد خصو يكون حدانا، الوليدات ما نديروش عليهم، يعني ما نغفلوش عليهم. فهادوك كيبقاو وليداتنا، هادوك كيبقاو اطفال صغار ما عرفوا حتى شي حاجه، ما عارفين والو، ما فاهمين والو. حنا اللي عندنا المسؤوليه عليهم. إذا كما شفتوا إخواني أخواتي، فكارثة طفل هشام تتكرر هذه المرة في منطقة أخرى. الله يحسن عوان الوالدين ديالو، وكنتمناو أنه في أقرب فرصة يتوصلوا للفاعل ويشدوه وينال العقاب ديالو. واحد يعني حل آخر باش نحاولوا نقضيو على هذه الظاهرة هذه، وهي أننا خصنا نحينوا القانون. خص السلطات تحين القانون وترفع العقوبات ديال هاد المعتدين على الأطفال إلى أقصى حد. وخصنا نديرو شي نظام أو سيستم، يا إما إلكتروني يا إما واقعي أو فعلي، خصنا نديروه باش نحميو وليداتنا ونبقاو نشوفوهم فين كاينين. لأن دابا الآن التكنولوجيا هي تطورات، فممكن الوليدات الصغار إلا خفنا عليهم ممكن انه كاينين دي جي بي اس دابا اللي هما صغيورين ورخاصين في الثمن. يمكن نديروا الوليد جي بي اس في حوايجو او في شي بلاصه نخيطوه ليه مع حوايجو، او شي بلاصه فين ما مشى باش ما يتوضرش لينا. وخصوصا في المناطق المزدحمه، يعني ملي كيكون المناطق مزدحمه في شي سوق في البحر، نحاولوا اننا نديروا الوليدات جي بي اس ونحضيوهم. يعني حتى مشى لا توضر الوليد غادي تعرفوه في اين منطقه. الان هاد التكنولوجيا هذه اللي قلت لكم فهي متوفره في الاسواق. كاينين جي بي اس اللي صغيورين كيديروا فيهم جزء ديال السنتيمتر، كيتشارجاو وكيدار فيهم واحد البيس ديال التليفون، وكتبقى تشوف كيديرهم غالبا الناس كيديرهم الطوموبيلات والماطر ديالهم. لكن لا باس اننا وليد صغير نديروا ليه في جيبو او نديروا ليه شي جيب اللي هو سري في الحوايج ديالو ونخليوه ليه. لا كان مثلا في البحر راه كاينين هادوك نغلفوهم بواحد لا ماتيير اللي امبيرميابل اللي ما يدخلش ليها الماء، ونديروه ليه في بلاصه اللي باش نعرفوهم.
إخواني أخواتي، هاد المسألة هذه هي حقيقة ضراتنا كلنا، لكن كيبقاو عبر. فملي طرات القصة ديال الطفل عدنان، الطفل هشام، بزاف ديال الأطفال اللي تعتدى عليهم، وكاين اللي لقاوه وكاين اللي لقاوه في الحياة وكاين اللي لقاوه فاقد للحياة. فهذه مصيبة حقيقة، هذه مصيبة إخواني أخواتي. ما عرفتش. ففي هذا العرس هذا اللي مشى منه هذا الوليد هذا يوسف، قال لك بأن ما كاينش تما، كاينين غير الجيران والأمور ترونكيل تما. ما عمرها طرات لهم هذه المشكلة هذه، ما عمرها تختطف شي دري. الدراري كيلعبوا في أمن وأمان، إلا أنه طرات هذه الواقعة هذه أو جرات هذه الواقعة هذه. هذا يخليونا أننا ما نديروش الثقة، ما نخلوش وليداتنا نقولوا لا المنطقة مزيانة لا ما فيها، حيت ما عرفنا هذا الفاعل أو هذا المجرم هذا من كيجي. لاحظوا معايا في قصة الطفل هشام، فكذلك دوار بعيد في الجبال، ما كاينينش الناس ديالو معروفين شكون اللي ساكن فيه، يعني على معدودين على رؤوس الأصابع شكون اللي ساكن فيه. وبالتالي اختفى الطفل هشام. إذا منين جا هذا اللي خطفه؟ باش تعرفوا بأن التخطيط أو التنظيم لهذه العمليات ديال الاختطاف والاعتداء على الأطفال ما يمكنش لنا نتوقعوها. هو هذا الوليد هذا يوسف تا هو مشى من دار العرس، ما عرفوش كيفاش دار مشى من دار العرس، حتى لقاوه فاقد للحياة، لقاوه مسكين مقتول ومعتدى عليه. الناس والديه كيطلبوا الانصاف وكيطلبوا العداله تحقق، فالعداله ضروري غتحقق، وحنايا متاكدين وعندنا الثقه الكامله في السلطات ديالنا بانهم غادي يلقاو الفاعل، والروح بطبيعه الحال عزيزه عند الله، فلقاو الفاعل. وكنتمنوا انها تطبق في حقه اقصى العقوبات تطبق في حقه، ان هادشي ولا كيخلع، هادشي ولا بزاف اخواني اخواتي. فالحل الوحيد قلت لكم هو نحميو ولادنا بشتى الطرق. وليداتكم حميوهم بشتى الطرق، حضيوهم. الا كنتوا خارجين معاهم وخفتوا بانه واحد اللحظه ديروا لهم GPS، ديروا لهم، كونوا معاهم دائما. هنا ما بغيناش حنا نبقاو نسمعوا قصص جديده على هذا الاختطاف وعلى هذا الاعتداء على الوليدات الصغيورين. مصيبه كبيره. كنتمناو كما قلت لكم ان العداله تحقق، لكن واخا غتحقق العداله فالوالدين تشواو في الفلذه ديال الكبد ديالهم، تشواو فيه، وكتبقى هذه واحد كيبقى عليها واحد الاثر كبير على النفسيه ديال جميع العائله. كتبقى باش وليد صغير غير مجرد انك تذكر داك الوليد وشنو طرا ليه وكيفاش تمحن وكيفاش تعداو عليه وكيفاش قتلوه. فهاد القاتل اخواني اخواتي ما عندوش ذره من الانسانيه، لان الطفل لقاوه مخنوق. كيفاش غادي تتعدى على طفل صغير اللي كنقولوا حنا بالدارجه ملائكه، وملي تسالي من الاعتداء عليه تقجو؟ فهذا الشيء فاق الاجرام. هذا الشيء خص يتكلموا عليه الناس كلهم، وخصنا نديروا واحد الحمله توعويه ديال الوليدات الصغيورين، خصهم يتحضاو، كل واحد يحضي الوليد ديالو. اذا اخواني اخواتي، كان معكم اخوكم لا فيدا نوسترا بكامل الاسى والحزن. ما كنقبلوش هاد الاعمال هذه تكون في بلادنا، وكنطالبوا من الاسر ومن المجتمع ديالنا ومن السلطات، جميع مكونات المجتمع المغربي كنطالبوها انها تتحمل المسؤوليه وتنوض توقف وقفه رجل واحد لتفادي هذه التصرفات الغير مقبوله، هذه التصرفات الشيطانيه، التصرفات البشعه في وليداتنا. اذا كان معكم اخوكم لا فيدا نوسترا، كنتمناو خير، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، والله يصبر عائله الطفل الفقيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.